انا شايف روح كوبر تهفهف على روح الفانيلا البيضاء. ده حقيقة ولا انا ده سامع بيتهيألي؟ بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمراوي ووالي وهاتها في الشبكة. ازيك يا حمراوي؟ يا اهلا بيك. وحشتني والله. وانت كمان والله. كام حلقة كده، ايه كل واحد فينا في كان في حتة. مكان. مجال. النهاردة بقى الحلقة بتاعت الأسبوع. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين. خلصنا ماتش الزمالك ماتش الزمالك بيراميدز. كان بيلعب مع مين؟ ما شاء الله من اولها. اول ماتش كان بس الزمالك. بصراحة الماتش يعني ما يعني اتفاجئت بيه بصراحة يعني. كان حلو الماتش، الشوط الاول كان حلو. دي أخطاء دفاعية يا حمراوي، يعني ما بغض فيش كورة. النظر بس يعني كان في فرص، هي دي الفكره، يعني اخطاء دفاعيه خلت بقى في فرص، فلما بيبقى في فرص في الماتشات بيبقى الماتش بيبقى شكله حلو. يعني انا كنت فاكر ان فيوتشر هتعمل ماتش حلو بصراحة، بس انا حاسس ان علي ماهر تقريبا كان بيجامل أسامة نبيه. يعني بيقول له مبروك مبروك الولايه الولاية الثانيه. التانية. بس يعني انت المفروض يعني كابتن علي ماهر ومدرب كبير وكل حاجة، ولسه كنا بنشكر فيه يعني بنشكر فيه من الأسبوع اللي فات. مش عارف يعني عمل شوية حاجات غريبة جدا في الملعب. بغض النظر بقى عن الأخطاء الدفاعية اللي حصلت، هو مش مسؤول عنها. لا بس هو غلط في يعني اتأخر في التبديلات معينة، عمل تبديلات غلط ساعدت الزمالك. يعني تبديلة زي بتاعت عمر السعيد اللي نزله مكان مروان محسن. مروان محسن ما بيعرفش يكمل الماتش كله، بس يعني لو كان كمل الماتش كان هيبقى أحسن بكتير من عمر السعيد. نطيت غلط، حماس شباب، تهور، تسرع. وبالذات في ماتش الزمالك يعني. والله هو عمر السعيد ده من بعد ما ساب طلائع الجيش وهو ما لعبش بجنيه، سواء بقى في الزمالك لما كان بيلعب في الزمالك، او سواء كان بيلعب في دلوقتي بيلعب في الفيوتشر. بس الفكره كلها والسؤال يعني هو مثلا الزمالك والفيوتشر المفروض ان هما ان الزمالك بيلعب صاحب المركز الثاني اللي هو الفيوتشر. المفروض ان المركز الثاني في الدوري، يعني المفروض ان المباراه تبقى فيها كوره، يعني فيها كوره. بس أنا شايف إن كان لحد ما الفرقتين يعني هو في ندية يعني. انا شايف ان الفرقتين ما يستاهلوش يلعبوا كوره. استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجه بحبها. بس هو انا يعني 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 في حاجه كده كنت عايز اقول. انا شايف روح كوبر تهفهف على روح الفانيلا البيضاء. ده حقيقه ولا انا ده سامع بيتهيألي؟ بيه. وبرضه حاسس ان هو خد برضه من الاهلي شويه. بس بص برضه ماتش سيبك لا اخر الاهلي. ماتشين للاهلي كان هو بيعمل اللي عثمان كان بيعمله في الفتره من فترات الماتش. لا بس بص هقول لك حاجه، هو الاهلي ما بيسيبش الفرقه تضغط عليه لحد تلت الملعب. هو في ماتش الاهلي والزمالك هي حصل، يعني هي في ماتش الاهلي والزمالك ده انا بقول له على حصل. عليه. لكن الاهلي ما بيسيبش الفرقه تضغط معاه لحد تلت الملعب، يعني تضغط عليه ضغط يعني بيسيب لك الكوره لحد تلت الملعب. ده حصل في اهلي والزمالك بس، لكن طول السيزون حصل احنا ما بنعملش عملها كده في كمان. ماتش بيراميدز برضه. ماتش بيراميدز عملها في ماتش بيراميدز. بس الفكره كلها انا حاسس ان اسامه نبيه واخد مدرسه كوبر وعايز يطبقها في الزمالك، ودي على فكره يعني هي هنيئا لكم. بس هو مين اللي كسبه الماتش ده؟ بصراحه عبد الشافي شابوه لعب شاف بصراحه. و- ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. وسيف الدين الجزيري يعني برضو بدأ يستعيد أمجاد الأهداف ويهاجم وبتاع. بس بصراحة عبد انا الشافي بصراحه يعني انا بالنسبه لي لو انا اللي هدي رجل مباراه في الماتش ده كنت هدي عبد الشافي. انا شايف هو اللي يستحق بصراحه ان هو يبقى رجل مباراه. بس يعني احنا يعني هو عبد الشافي بصراحة أنا ما يعني هو عمل كل حاجه في الماتش ده. يعني أنا عبد الشافي ده تقريبا من سني تقريبا صح؟ والله صح. ايه انت قد ايه؟ يعني من سني اللي هو يعني دخل في 38 سنة صح؟ داخل 38 لا بيعمل شغل حلو. ده شايل كرة في منطقة الجزاء خزعبلية اه جامد. وخدها ايه ايه من كل حته. بص ده تحس ان هو كان بينططها وايه
ده ما تعرفش، ممكن عشان ابو الفتوح مثلا بس في الروح رجع القايمة. رجع القايمه فبدأ يشد على نفسه. لا بس هو بصراحة أنا بحب عبد الشافي أوي. هو لعيب محترم بصراحه ومجتهد وبيشتغل على نفسه بالظبط. ومن اخر الجيل ومحترم من آخر الجيل العظماء الذهبي. يعني بالظبط يعني. عبد الشافي كان كويس. عواد برضو بصراحه شال كام كورة حلوة. شال كام كوره حلوه. تحس إن عندك اللعيبة كده بتستقبل أسامة اللي احنا فرحانين أنت جيت ومش هنزعلك. ويوسف أسامة النبي قال له لن أعيش في جلباب أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي هو لاعبنا عشان ولا هكسبه. ولا هكسبه. دي بقى قمة الكوميديا اللي ممكن نشوفها. لا بس أنا بحب برضه إنه هو يوسف لعيب أنا بصراحة كنت مستغرب في الريال إن هو ما كانش بيلعبوا الفترة الأخيرة كويس، مع إن هو لما كان بينزلوا كذا ماتش ورا بعض قبل بداية الخسارة بتاعت أسوان وبعد كده الماتشات اللي بعديها كان لو ركزت الفرق ما بينهم هتلاقي يوسف أسامة هتلاقي الفرق ان هو من قبل ماتش اسوان كان كل ماتش هو اللي بيبدا وكان بيجيب جون في اول 5 6 دقايق. بيجيب جون حلو على يجي فكرة. من بدايه اسوان ما نزلش والزمالك عمال بدا يخسر بدا ينزل. فانا بصراحه شايف ان هو لعيب يعني هيبقى ليه مستقبل كويس في الزمالك ومنتخب مصر. يعني اي حد هيضيف لمنتخب مصر يلعب. مش فارقه بقى ايه اهلي ولا زمالك. بس بصراحه الزمالك النهارده لعب كوره يعني كسب الماتش باقل مجهود والفرق الكبيره بتعمل كده يعني. وده اللي ما كانش عارف يعمله الخمس ماتشات اللي فاتوا. بالظبط ما كانش عارف في 5 6 ماتشات هو ما كانش عارف يعمل كده بالظبط. وحاجه تانية برضو احنا بنشكر برضو يعني كجماهير الاهلي بتشكر نادي الزمالك ان هي بتعطل الفرق اللي هي المفروض بتنافس على الدوري يعني. كده دلوقتي الفرق حضرتك ما لسه زي ما هو 6 نقط 6 نقط بس لينا ماتش كمان. لينا ماتش خلاص. وبيراميدز كمان اتعادل مع سيراميكا كليوباترا. دي مصلحة تانية. والماتش بصراحة خلص 2-2 وما تعرفش فيه كور. هو ايه اللي معرفش عنتر عمل ايه. عنتر ده شاب كيوت خالص والله وابن حلال. ده لو قصدها يا جدع والله ما هيجيبها. والله لو قصد انه يحط الكرة في العارضة والله ما هيجيبها كده. ما كانش هيجيبها كده. بس في الاول وفي الاخر احنا وصلنا للمرحلة ان الاهلي بيفرق الزمالك بيفضل الفرق ما بينه وما بين الاهلي 11 نقطة لغاية دلوقتي. هو دلوقتي 8 لو بنتكلم واقعيا. خلاص الاهلي هياخدهم انا اعتبر ان هو لسه ما خدهمش. ما انت يعني فعليا هتلاقي في الدوري ان الاهلي متصدر الدوري بفرق 6 نقط عن بيراميدز وفيوتشر. بيراميدز هو الثاني دلوقتي مش فيوتشر بفرق الاهداف. هما الاثنين 31 نقطة. الاهلي 37 الزمالك 29 بعد ما كسب فيوتشر. فدلوقتي الفرق ما بينه وما بين بيراميدز وفيوتشر 6 نقط وما بينه وما بين الزمالك 8 نقط. فدي مصلحة. ولسه لينا ماتش مؤجل ماتش مع حرس الحدود. وده لازم نتكلم على حتة الترتيب بقى. دلوقتي احنا الزمالك مؤدد ان هو ممكن ما يلعبش في الكونفدرالية لو الاتحاد الافريقي قال لك ايه انا هعتمد نتيجة الدور الاول. 1 و1 ما بقوش 2. 1 و1 3. 1 و1 4 وممكن يبقى 1 و1 5. خلي بالك هو ممكن ما يلعبش. هو يعني لغايه دلوقتي بنسبه 99% مش هيلعب. لو خدوا بنتيجه الدور الاول فهو مش هيروح دوري الابطال. لا هو كده مش هيروح دوري الابطال لو خدوا 99%. ممكن بقى الا لو فيوتشر وبيراميدز الاثنين خسروا وهو كسب. ده الحل الوحيد في الماتش الجاي لان هو ناقص ماتش واحد على اخر في الدور الاول. فلو هو كسب وفيوتشر وبيراميدز تعادلوا او خسروا ساعتها هو هيبقى تاني. الفرقتين يعني الفرقتين لازم الاثنين يخسروا. لازم او الاثنين يتعادلوا او الاثنين وهو يكسب. بالظبط كده بالظبط. بس انا شايف 90% هو مش هياخد. يعني لو خدوا بنتيجه الدور الاول هم كده خلاص. يعني 90% مش هيدخل دوري الابطال. وممكن لو حصل لا قدر الله ان هو خسر والمقاولين كسبت او تعادلت ساعتها المقاولين هي اللي هتدخل وكده ولا كونفدراليه ولا ابطال.
لا احنا بندعم نادي الزمالك عشان لازم يلعب في افريقيا، لان لازم يعني هو برضو بيبقى قوة يعني لا خلي بالكم يا يستهان. جماعه احنا برضو بنحب ان الزمالك يدخل افريقيا، يعني احنا مش زعلانين بالظبط يعني. بالعكس ده احنا بنزعل لان الزمالك لو ما دخلش افريقيا او ما دخلش يبقى في تونس مثلا الترجي والنجم الساحلي او الصفاقسي، فرق كبار، وفي المغرب الرجاء والوداد. ما احنا برضو يعني مع احترامي للفرق الدوري التانية سواء بيراميدز او الفيوتشر، بس دول ما عندهمش لا خبرة وكمان في افريقيا. وكمان بيخلي ان الزمالك يرتاح انه ما بيبقاش عنده ماتشات تانية ما بس- ما بيساعدناش في الدوري يعني يخلينا في الدوري يبقى فيه يتعب معانا. شويه. اي نعم هم ما بيوصلوش ما بيعدوش دور المجموعات بس عايز انا مش عارفه انت طالع ناقص كده لمين. والله يعني غصب عننا مش قصدنا والله يا جماعه، مش قصدنا، بس هو ده الواقع. الم- طب انت خلاص اشربوا معانا بس النسكافيه ده وايه وهدوا. الفكره ان هو كان الهستيريا الضحك دي مش هبطل ده. طب خلاص عشان ايه ما نقعدش نضحك كتير، وفي الاخر لو انت مكمل معانا الفيديو للاخر يبقى انت راجل محترم. ولازم تدعمنا، صح؟ هيدعمنا بايه بقى؟ ان هو يعمل لايك ويعمل شير ويعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، عشان يفضل معانا ويتابع معانا الحلقات اللي جايه، ويعمل شير لاصحابه عشان يبداوا برضه يتفرجوا علينا يعني يا باشا كده بصريح العبارة تنزل تخبط اللايك المتين وتشير كده، وايه لو انت حابب المحتوى بتاعنا. لو انت برضو مش حابه حاول تعمل كده. حاول تحبه. احنا لسه هنتكلم معاكم زي ما قلنا ان احنا هنتكلم في الفتره اللي جايه، احنا بدانا نطور يعني لسه في الاول، ففي تغييرات لفتره معينه لحد ما نثبت على استراتيجي معينه. بس احنا التغيير الاولاني اللي احنا عملناه ان احنا بدانا نقسم الحلقات، نعمل حلقات اندفيديوال كل واحد لوحده في خلال الاسبوع عشان نفضل متابعين معاكم الاحداث اول باول كل يوم. وفي اخر الاسبوع بنعمل حلقه مجمعه نتكلم فيها بقى على اللي حصل عموما واللي حصل في اليوم اللي احنا اتجمعنا فيه، اللي احنا بنتقابل فيه. بنعمل ديو مع بعض وبنقعد نتكلم معاكم في نجمع الاحداث ونشوف بقى نختلف نتفق، عندنا مع ده في بعض. مصلحتكم.